أهلا شباب. معلش المحاضرة اللي فاتت طولت شوية، عدت النص ساعة. اللي قبلها كان معدي الساعة، اعذرونا بقى، لأن دي ورشة يعني ما أقدرش أقول لك حاجة معينة في 5 دقايق أو 10 دقايق فبتطول. الورشة دي هنكمل فيها نعمل موديلنج للعربية. هنعمل فيها الكراسي وبس، هي طبعا مش محتاجة إن احنا نعملها تفصيل أكتر لأن هي في الأول وفي الآخر ظاهرة ورا الإزاز، فبالتالي يعني هي مش هتبقى ظاهرة. تمام، فأنا مش محتاج التفاصيل فيها أوي، أنا هعمل بس كراسي على السريع وبعد كده نبدأ نعمل الماتيريالز. أنا حاجة كمان عايز أعتذر بس عن جودة الصوت، التسجيل مش أحسن حاجة دلوقتي، فاعذرونا يعني الأسباب خارجة عن إرادتي. فخلينا نبدأ. احنا الأول معانا العربية خلاص، خلينا نعمل إيه عشان نظهر الكراسي. أول حاجة أنا محتاج إن أنا أعمل إيه. بص، كراسي الظهر بتاعها ارتفاعه لحد نص زي ما انت شايف يعني في الصورة، لحد نص ارتفاع العربية. جميل، فالكراسي لحد النص هنا. فأنا خلاص عرفت إن هي لحد النص. لو أنا جيت هنا كده، النص ده اللي هو فين؟ ده ارتفاع العربية، الجزء ده. فالكراسي لحد هنا. يعني لو أنا جيت عملت كيوب وحطيته هنا كده اتجاه إكس، فأنا عارف إن الكراسي لحد تقريبا هنا كده. طيب أنا عملت القصة دي ليه؟ عشان دي هتبقى ريفرنس بالنسبة لي، لأن أنا مش هعرف أشتغل موديل كراسي بالوضع اللي أنت شايفه ده. فأجي هنا على الألت وتاب وأختار البوليجونز دي والسطح ده كده. جميل، وكنترول بلس. تمام، أختار دول كمان وهعمل لهم هيدن بالشكل اللي أنت شايفه ده كده، وهعمل اتش فهيبقى هيدن. تمام، فهيبان العربية من هنا. جميل. آه نعمل بقى كراسي ازاي؟ يا اما اعملها جوه الموديل نفسه، يا اما اضيف من هنا شيفت ايه، واضيف كيوب وابدا اشكل. انا حابب ان انا اعمل لها دلوقتي في الحاله دي بقى ان انا ما يعني انا مش حابب ان انا اعمل اكسترود وابدا اشتغل، حابب ان انا اضيف كيوب. فبس خلينا نجرب كده، هل هقدر اضيف اعمل اكسترود للبلينز اللي انا عاملها ديت وهتنفع ولا لا. انا لو خدت هنا اكسترود وبصيت لتحت هلاقي ان هو عمل بالشكل ده. طيب نحل ده ازاي؟ ممكن نيجي هنا الت اللي بيجي، لا هو مفيش حاجة هنا تحل الايشيو دي. لازم يعني هي كده كده برضو مش ظاهرة معانا، فأنا عشان كده بقول إيه، حابب إن أنا أضيف الكيوب نفسه. فأنا هسيب دي سيلكت، وأنا جوه الألت، جوه قصدي الإيديت مود، هضيف شيفت إيه، هيضيف كيوب. لو أنا عملت كده فأنا لما هعمل تاب وأطلع للأوبجكت مود هلاقي أصلا ده كله جيومتري واحد. دي الفكرة ها. فانا هدخل تاب تاني وده سيلكتد اوريدي، هعمل له سكيل داون. تمام، وده عشان احركه بعد كده لازم ابقى ماسك الجيومتري نفسه كله. لو جيت هنا كده، لو خدت بالك هو كده متاثر بالميرور اللي احنا عاملينه هنا. فانا هلغي الكليبنج عشان اقدر اموف كده. لكن لما الكليبنج ده بيبقى شغال بيبقى واخد النقط او الفيرتيسز اللي عند الاكس الواي بيشبكها ببعضها، ما يرضاش خلاها تتحرك بعيد عن الاكس. تمام، فهي دلوقتي الكليبنج ملغي فانا بقدر احرك، لكن ساعة ما الكليبنج هيتفعل هتلاقيه ما اقدرش ابعده من بعض. جميل. طب لو انا بعدته كده مثلا وشغلت الكليبنج تاني هيقدر يتحرك خالص عادي، لكن ساعة ما قربوا بس كده من بعض خلاص. ايه مش خلاص؟ لا ثواني بقى، هنلغي الكليبنج تاني ونوصله. ايشيو ما علينا، المهم انا مش عايز الكليبنج. تمام، فانا هجيبه هنا كده وهلغي الكليبنج عشان اقدر اخليه يموف في اتجاه اكس عادي وابدا اشتغل عليه. جميل، انا هعمل له سكيل في اتجاه واي. جميل، انا شغال على اوبجكت واحد والتاني بيتعمل له ميرور بشكل طبيعي. هاجي هنا اعمل كنترول ار وبعد كده 3 اجي على الفيس سيلكشن واطلع لفوق. جميل، هنا بقى يجي دور كيوب ده. انا هضغط على واحد
واتأكد ان الليفل يعني مش شرط يكون 100% زيه، بس يبقى قريب منه. تمام، ده كده الكرسي. طبعا ده مش كرسي، ده واحد لو قعد عليه ظهره هيجيب غضروف في ظرف بسيط جدا. احنا هنريحه ورا شوية، هنحاول ان احنا في اتجاه هو مثلا سكيل حاجة بسيطة، يعني نديله نوع من انواع الايه الرياليزم شوية. انا هعمل كنترول كات هنا، خلي 2، وبعدين راح فين، بعدين سكيل في اتجاه اكس عشان ابعدهم عن بعض شوية، وهاجي على السلكشن ارجعه لورا شوية، وده ممكن ننزله لورا شوية بحيث يدي الانطباع إن في كرسي يا جماعة في المنطقة دي. جميل، تمام. بعد كده هاجي على ده تاني، ممكن بقى أنا عايز أختار الأوبجكت ده كله، فأنا عشان أعمل ده كله هبدأ أختار كله كده بالشكل ده وألف كتير، فطبعا هيبقى صعب. أنا ممكن أجي أقف على أي منطقة فيه وأضغط على حرف ال L. لو ضغطت على حرف ال L هيختار الأوبجكت كله مرة. تمام، جميل. هعمل ايه بقى؟ انا عايز اعمل الكنبه اللي ورا. الكنبه اللي ورا مش كرسيين زي دول، الكنبه اللي ورا بتبقى عباره عن كرسي واحد كبير. انا هضغط شيفت دي بالشكل ده كده، وهجيبه ورا شويه، وفي اللحظه دي بقى انا هحاول اموضوعه بشكل صح، مثلا هنا كده، وهاجي على المنطقه دي، يعني ممكن ايه نصغره شويه اتجاه اكس بحيث اعمل فراغ يكفي الكرسي تالت، وهقوم عامل هنا جاي كده بالشكل ده، وعامل له موف في اتجاه اكس بحيث يلحم مع التاني. في الحالة دي هحتاج ان انا اكتب الكليبنج وارجع اعمل كده. تمام، طبعا كده هي كده تمام، الكرسي اتعمل ومن بعيد مش هيبقى ظاهر، بس انت مش هتبقى راضي عنه ان يبقى الحتة دي غطسة ودي مش غطسة، اللي هي الحتة اللي في النص. فاحنا هنعمل ايه؟ نعمل هنا لوك كات، جميل، ونيجي على ده ونرجعه شوية، ونرجع ده ورا نص شوية بالشكل ده، بحيث يبقى مدي برضه نفس الانطباع. بس ده اللي انا عايزه. انا طبعا عملت الت عملت تاب، رجعت على الاوبجكت مود فظهر اللي مخفي، لكن لو دخلت في الايديت مود تاني هيظهر لي الحاجه اللي انا يعني المخفي هيفضل مخفي. فانا عشان اظهر بقى اللي كان مخفي هعمل الت و اتش جوه، هيظهر كده. تمام، كده خلاص دور الكيوب ده انتهى وكان ريفرنس بالنسبه لنا، وكده احنا عملنا العربيه بالكامل. يعني لو حد حابب يشيك يشوف في حاجة تانية ما اتعملتش ولا، بس هي كده اتعملت. تمام، ده كده لو بولي كار. إيه لو خدت بالك أنا حاسس يعني إن الجزء ده كده، أو كنترول بلس كده كده كويس. لو أنا شغلت البروبورشنال إيديتنج وعملت واي تبقى ألطف شوية. أنا عارف إن هي مش زي الصورة، بس كده هتبقى يعني مدية بعد أفضل. تمام، تعالى بقى نتكلم عن الماتيريال على طول. الماتيريال دي بقى بحب ان انا يبقى ليا روتين فيها، ان انا بقسم الشاشه نصين واضيف بلين اكبر شويه. طبعا العربيه مش على الارض، احنا نحتاج نرفعها بس شويه. اوكي، جي اتجاه زد. انا نسيت العجل، سوري. شيفت شيفت شيفت، بعدين انا بحرك. بص، لو انا حركت كده اتحرك بسرعه، لو انا حبيت احرك كده بضغط شيفت وهولد. تمام، تمام كده تمام. دي العربية. عايزين بالمرة نضيف كاميرا. شيفت ايه، كاميرا 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 كاميرا، جميل، ونضغط زيرو. نيجي هنا على ان زي ما عملنا قبل كده خالص، ونقوم تمام.
مش عايزينها بيرفكت قوي، احنا يهمنا ان هي تبقى متموضعة صح دلوقتي. فخلي ده 150 وخلي ده كده. تمام تمام. نلغي دول وبعدين نموف وهكذا. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا على السايكل الجي بي يو ونقول له دي نويز، ونيجي هنا عشان دي اعدادات الريندر اللي احنا بنعملها المبدئية عشان نظبط إضاءة السين أو الدور. بعدين ندخل على الاندور ونيجي مثلا ونيجي هنا كنترول اس عشان لو في حاجة، بعدين نبدأ جوه انتر. تمام، دي إضاءة السين. كل اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، تمام، كل اللي احنا عايزين دلوقتي ان احنا هنيجي هنا كده نقسم دي نصين، ونيجي هنا نجيب الشيدر اديتور ونبدأ في الماتيريال. خلينا أول حاجة نشوف الماتيريال الأساسية اللي هي اللون ده. عشان أجيب اللون ده محتاج أفتح المتصفح ولحظة. تمام، وتقريبا النت فاصل مش محتاجينه. الكهرباء شغالة، يعني شيء غريب يعني، المفروض شغال. المهم هنيجي هنا ننزل تحت شوية كده عشان نجيب الألوان. فأنا طبعا عندي الأدون ده اي دروبر، بقدر أجيب منه الألوان اللي أنا محتاجها. بضغط هنا على الريك بيج واختار الكلر ده، وبعدين أجي هنا أضغط هنا فبيقوم عامله كوبي. تمام، فأنا هاجي على البادي هديله المين ماتيريال بتاعته هنسميها 1، وهنيجي على الكلر على الهكس كنترول في وياخد الكلر. تمام، ده المين كلر. طيب انا عندي الشريحه اللي ورا دي واخده كلر، ودي نفس الكلر، والشريحه دي واخده نفس الكلر. فانا هحتاج اخد الكود ده الاول، نيجي هنا كده ونيجي نضغط عليه كوبي، وبعدين ندور على الكود ده، ندور على المنطقه اللي احنا هنستخدمها. فاحنا قلنا ان في شريحه هنا اللي هي دي، بس طبعا هي هنا مش مظبوطه، هي زي ما تقول كده الجزء ده كده. هنجيبه كده. تمام، بعدين النقطة ديت نجيبها كده. أنا بضغط دبل جي عشان أعمل لها سلايد بالشكل ده. طيب بالنسبة للباقي لا، هي هنا لحد فوق هنا بس، لحد هنا، لحد هنا كده. فأنا هحتاج دي برضو دبل جي بالشكل ده، ويبقى أنا عندي المنطقة دي كده، دي هي اللي هتاخد الماتيريال الجديدة. طيب أنا عشان أضيف دي للماتيريال الجديدة هاجي هنا على علامة زائد أضيف رو جديد، واقول له للرو ده اساين، وانا اعمل سيلكشن للبوليجونز دول. البوليجونز دول هيبقى الماتيريال بتاعته خاصة باللي في الرو هنا. هنعمل نيو ماتيريال نسميها 2، ونيجي على الكولر، نيجي على الهكس كنترول في. تمام، دي اول واحدة. جميل، انا حاسس ان الاضاءة بتاعتها فاتحة شوية، ممكن احنا نغمقها حاجة بسيطة، وبرضه نيجي على التانية ديت نغمقها برضه حاجة بسيطة عشان مفيش حاجة منورة أوي. تمام، فاضل ان انا اختار الشريحة اللي تحت كلها والجزء ده والجزء ده. هنختاره ازاي؟ نيجي هنا، هنيجي على المنطقة ديت، انا ضاغط 3، هاجي هنا كده واضغط الت وشيفت عشان يختار لي لوب سيلكشن، فهو اختار المنطقة دي. انا هاجي اعمل كنترول بلس عشان يزيد السلكشن زيادة. يعني بص هنا كده، انا عايز يزود دول فاعمل كنترول وبلس هيبدأ يزود، فهو خد الشريحة اوريدي خلاص، خد الشريحة زائد الجزء اللي فوق، وده اللي أنا محتاجه. طيب هنا في الحتة دي ما خدهاش، شيفت سيلكشن، يعني شيفت وكليك عشان اخدها معايا. نفس الكلام هنا شيفت سيلكت، تعالى تعالى، أيوه تمام. وفاضل بقى الجزئية اللي فوق اللي هي انهي، اللي هي دي.
فانا هاجي هنا اضغط شيفت وكنترول شيفت واقوم ضغط هنا، هيقوم واخد المسار كله. يعني وانا بحتاج مسار واضغط كنترول شيفت. يعني الاول هختار المكان، يعني فرضا هنلغي السلكشن ده، كنترول الغى ده، انا عايز اختار المسار ده. فاول حاجه وانا ضاغط شيفت هضغط هنا، وبعد كده عايز اجيب المسار كله اقوم واخد كنترول شيفت وضغط هنا، هيقوم مختار المسار كله. تمام. هضغط على الباقي دول باي هاند كده، بوليجون ورا التاني. جميل. ده محتاج نقربه شوية بالشكل ده. تمام. تعالى نشيك تاني. محتاجين الانر بارتس اللي هي دي. تمام. وهنقوم قايلين له واحنا ضاغطين على الماتيريال التانية أثر. تمام. ده اللي احنا عايزينه. فاضل الجزء اللي فوق ده والمراية. فتعالى ندخل على الجزء اللي فوق. لو انا جيت سيلكت دول كده وقمت قايل له كنترول بلس، هيقوم مختار الجوانب. ولو جيت هنا وهنا وهنا، هات اللي فوق دي بالمرة وقلت له هنا الساين. تمام. فاضل الجزء بتاع المراية. ممكن اختار دي بس واقول له كنترول بلس، هيقوم مزود السلكشن ويقوم. طبعا لازم تفتكر ان انت تضغط على الماتيريال رقم 2، لان هو باي ديفولت بيقوم راجع تاني على الماتيريال رقم 1. تمام كده احنا عملنا البيزك ماتيريال الاول بتاعت الجزء الاولاني. تعالى نشوف ايه ده. هي ماتيريال لونها ابيض يا جماعه، والله انا مش عارف التاني مش واضحه خالص. فماشي هنختار دي ودي قد. بعدين نطلع لفوق بالشكل ده. محتاجين نختار اللي تحت. انا مش عايز اعمل هنا كنترول بلس، لان لو عملت كنترول بلس هيقوم واخد الجوانب دي. تمام بالشكل ده. وهنيجي هنا نقول له ده ماتيريال جديد بقى، وهنسميها ماتيريال 3، وندي assign ونقول له دي يبقى لونها ممكن تكون متالك شوية، وممكن يكون لونها مثلا غامق شوية بالشكل ده. يعني حاجة مش واضحة أوي بس مش مشكلة. أنا شايف في كيرف هنا كده، عشان أنا رجعته لورا. دي ممكن نحلها، اللي هي الجزء ده وده 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 كده، ونعمل موف في اتجاه واي. ماشي. تمام. في هنا ايشيو، ناخد ده وده وبرضه نرجعهم في اتجاه واي بس، عشان تبقى مستطيلة شوية. تمام. تعالى نيجي على النقطة اللي بعدها، إن إحنا محتاجين نعمل إزاز. بس تعالى نعمل إزاز. هنعمل تاب، نيجي ندخل على البوليجون 3، دي ودي وده وده، دول الإزاز اللي عندنا. هنضيف رو جديد ونقول له assign، ونقوم قايلين له ده جلاس بقى، مش محتاجين رقم 4 لأن إحنا كده كده عارفين دي إزاز. طيب بالنسبة للإزاز، في نقدر نعمل هنا إزاز عن طريق إن إحنا نعمل ترانسميشن ونظبط وندي للإزاز لون، اللي هو اللون الفاتح اللي هو ده. تمام. الموضوع بقى هيغلبنا شوية في الحسابات وفي HDRI، فأنا شايف إن إحنا نلغي ده ونيجي على البرنسبل بيز دي نقول له جلاس. تمام. الجلاس هنا 3 فاكتور: الكولر، الرفنس، الاي ار بس. فالكولر هنا لونه لبني، نيجي على اللون اللبني. جميل. الرفنس
نخلي الرفنس يعني تكاد تكون صفر، لأن ده إزازة عربية مينفعش يبقى فيه رفنس. بالنسبة للأي أو آر هو المفروض يبقى 1، لأن الأي أو آر ده الانكسار الضوء، والإزاز العربية بيبقى مفيش انكسار 100%، لأن ده إزاز عربية مينفعش ينكسر فيه الضوء، عشان اللي بيشوفه جوه لازم يشوف نفس الأبعاد بتاعت بره، فهيبقى بالشكل ده. طيب الأزرق ده لازم يعني يبيض شوية ويفتح أكتر، فاحنا بنسحبه بالشكل ده. جميل، تمام كده عملنا الإزاز. أنا شايف فيه هنا زي خط، مش مشكلة. آه، تعالى الجزء الأخير اللي هو دي، اللي هو الشباك، اللي هو الإضاءة بتاعت الكشاف اللي تحت دي. هنيجي هنا Alt Shift Selected، هنضيف هنا نقول له إيه، دي ماتيريال جديدة وهنسميها لايت. تمام، هنعمل اللايت دي ازاي؟ ماتيريال عادية خالص لونها أبيض، يفضل يكون أبيض أوي. جميل، هنيجي على الإميشن ونخلي اللون أبيض. جميل جميل. طيب طبعا ده لو في، هو كده المفروض نوع هو طبعا مش مدي أي جليرز خالص، بس عشان نظهر الكلام ده يا إما تجيب الريندرر يبقى ايفي، يبقى ايفي مش سايكلز، وقتها تقدر تضيف البلوم والجلير. خلينا نشوفها كده هنا. هو طبعا ايفي متخلف أوي في الحاجات دي. هنعمل امبيانت، تيجي بص لو ضفت البلوم هتلاقي ضفت البلوم على كله. تقدر بقى تقلل شوية البلوم، تقلل الراديوس وتزوده على حسب، بس طبعا ده غلط، اللي احنا شايفينه ده مش صح. ان كان احنا بنعمل سايكلز وبنيجي في الكومبوزيتنج بعد كده نضيف ماتيريال، بنضيف نود اسمها جلير على ما اذكر يعني. خلينا نجربها برضو بالمرة بما اننا موجودين. هنقول له يوز نودز، يجي هنا ريندر فيور. جميل، وهنضيف دي هنا. طبعا ده عشان يظهر محتاج ان انا افتح اللي اوت واعمل ريندر، فاحنا ممكن نعمل ريندر ب 30 سامبل. هنا هو عمل الريندر خلاص، هنقفله وهنيجي على الكومبوزيتنج تاني، وهنيجي هنا Alt Shift. بالمرة وانت في الفيو ده، لو انت زوم اوت وزوم ان بالبقرة هتلاقيه بيزوم اوت بس على النودز، لكن الصورة زي ما هي. عشان تعمل زوم اوت وان على الصورة هتضغط على في زوم اوت وكنترول او اسف الت وفي زوم ان على الصورة نفسها. بقى تحرك الصورة الت انك تضغط على البقرة. تمام، تعال نشوف بقى نضغط الت وفي عشان نكبر ونشوف الكشاف ده. هتيجي هنا تحط في النص هنا مابة اسمها جلير. هاتها هنا وهات دي دخلها منها. تمام، هتبدأ تاخد بالك ان هتلاحظ ان في كده جلير ظهر، فممكن انت بقى تختار ايه بدل الستريكس. عندنا شوية كده الستريكس مثلا فوق. طبعا عشان الإضاءة كلها أبيض فالوضع يعني ممكن يكون ظاهر قوي. ممكن ستارز تعالى بص، خلينا نخلي الأرضية دي بلون تاني. خلي الأرضية دي بلون مثلا يكون غامق شوية. اعمل ريندر تاني، فين ريندر. تمام كده، هو في آخر سامبل هو عامل 30 سامبل وعمل لها دينويز. لو خدت بالك بقى، شايف انت الجلير ده، اهو ده الجلير اللي انا بتكلم عنه. تمام، ده الجلير اللي انا بتكلم عنه. هو كده جايب عامل جلير بص على بقى الكومبوزيتنج،
هنا نقدر نعمل ايه؟ نغير في الجلير نفسه. هنا سيمبل ستار لو خليناها فوق بلو هتلاقي أقل شوية، لو خليناها بص الوضع اختلف أكتر أهوت. تمام عشان يبقى الموضوع أكتر واضح. احنا قلنا ستريكس دي كانت أول حاجة، دي الستريكس. فأنا دايما بشتغل على الفوق وببدأ أعدل بقى في القيم ديت واحدة واحدة بحيث تظهر النتيجة على طول. تمام، شوف اللي أنا محتاجه وكده. المهم أنت دلوقتي فهمت فكرة الفوق جلو أو الجلير نفسه بتيجي من السايكل إزاي. تمام، فخلينا نرجع تاني للماتيريال. أنا عايزك تاخد بالك برضه من نقطة اتجاهات الكاميرا، لأن هنا الفوكال لينس بتاع الكاميرا دي أقل بكتير من اللي أنا عامله. المهم خلينا نيجي للجل. هنعدل بقى الماتيريال بتاعت العجل، هنعمل ماتيريال ونكتب مثلا ويل تاخد لون أصفر بالشكل ده. هنزود الرفل شوية لسه بقى، وهتزود تبقى في، هيبقى في في ليلة يعني عشان اسمه ايه كده. احنا هنسهل روف نعمل او ستانلس ستيل او وهيبقى ميتال عادي. عملنا قصين. تمام، هو طبعا عشان ال HDRI لسه مش انا شايف الجزء ده يعني هو هنا مش واخد اهتمام قوي، فممكن يا اما حاجة تانية. هو هنا الميتاليك سمع، فخلينا نرجع ده. خليه دارك شوية، وتعالى بقى على ايه، على ايه، على العجل. عايزين نكبر شوية ونعمل هايد. نعمل الكراسي، طبعا الكراسي هنا لو بصيت عليها من جوه مشكلة، بس نحتاج نعمل ايه عشان ما شاء الله بقى تقيل. وشيفت ونيجي هنا ونقول له ال كمان، سيلكت من غير شيفت جنب. عايزين اللون الأسمر ونقول له ده الساين ليها، ونيجي هنا ناخد ما هي الويل كانت أصفر. احنا يعتبر عملنا العربية بنفس المعايير، بس طبعا الكاميرا مش هي إياها بريفيو. ونيجي على الفوكال لينس ده هيبقى 50، ونقرب بقى شوية. نيجي هنا
وهنحاول بعد كده. تمام. آه، إضغطين كده، إضغطين. تمام. تمام كده. خلي دي 30. لا خليها 20. بس خليها 15. أنت فاهم أنا وجهة نظري إيه صح؟ خليها 20. أنا عايز أعرف الحاجة التانية ظاهرة؟ لا. تمام، إحنا كده عملنا العربية. طبعا لو محتاجين نعمل دي سهلة، لو مش محتاجين نعملها مش مهم. آم، خلينا بقى ناخد ده كده ونلفه اتجاه زد، نكبره، وناخد ده كده نعمل له اكستروت اتجاه زد، ناخد ده نعمل له بيفل بالشكل ده، وكنترول واتنين، وشيل سموث. تمام. ونلغي ده، ونيجي نقول له هات لي الريندر فيو تاني. هنحتاج بس إن احنا نظبط ماتيريال. نخلي ده مثلا الرفنس بتاعه على الأرض، خليه كده. تمام. طبعا ال HDRI بس ممكن نلاقي الإزاز ده واحد شايل كل الماتيريالز دي، فهنيجي على الإزاز مثلا. ممكن يبقى 400 وبس. ممكن هنا نضيف بس خلينا نكونفيرم يعني غير الميرور. النتيجة حاسس إن هو الدنيا بتبوظ. في الريسورس بتاعت الجهاز. هنا الليفل، لو جينا هنا خليت 2%. أنا عايز الليفل ده، ده اللي أنا عايزه، ف2% ممكن نكبرها شوية. لا في مشكلة. طب لو أنا شلت الليفل، طب وهنا لا، هي البيفل ده قيمته كويسة جدا الصراحة. فخلاص خلي البيفل. تعالى ألتف شيفت، تعالى على الريندر فيو. يلا يا عم رندر. بس أو 30 ثانية بس. طبعا دي النتيجة النهائية. أنا مدرك طبعا إن النتيجة النهائية مختلفة شوية نسبيا عن النتيجة اللي في الصورة الأصلية. ده يرجع للإضاءة مختلفة، زاوية الكاميرا مختلفة، البروبورشنز بتاعت الأوبجكت نفسه مختلفة نسبيا عن اللي احنا عاملينها. طبعا الجلير اللي على الإزاز والرفنس بتاعه مختلف عن اللي احنا عاملينه. هنا نقدر نزوده شوية، الإزاز هنا يعتبر غير مرئي لأن احنا عاملين إن الانكسار بتاعه 1.02 لو فاكر، فنقدر نزوده شوية عشان يعمل الانكسار يبقى أفضل. زاوية الكاميرا نقدر نحسنها شوية، نقدر نغير الإضاءة ونغير الخلفية. دي حاجات بتأثر في الإخراج النهائي. نقول هنا بزود الاي ار اللي هو الانكسار.
1/10 مثلا، أو مش فارق معاه الصراحة، إن هو مجرد هو وصل إن الزاوية اللي اختفت يرفعها لفوق بالشكل ده كده يمين. يكون الفيديو عجبكم، يكون الشرح المحاضرة الجاية أو الورشة اللي جاية هندخل في حاجة تانية خالص غير دول، وهو إزاي تعمل لوجو لكاركتر اللي هي بالشكل ده. هي لوجو لي برضه هنعملها، نعرف نعملها إزاي بشكل بسيط وسهل، وتبقى دي ستارت ليك إزاي تقدر تعمل الكاركترز وهكذا. شكرا جزيلا.